السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة. وبشركم مبروكات تدخل لكم بالصحة والسلامة والرزق ورمضان كريم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هذيك الشباكية اللي كنكونوا درناها وتعبنا عليها وفي الاخر كتصدق لنا قاصحة، يعني يا اما ما كتشربش العسل او لا كنكونوا نسينا شي عنصر ما درناش فيها ديال القوام. كاين الحل وكاين الطريقه باش غادي تجيكم رطبه وغادي تجيكم هشيشه ان شاء الله. في الاول غادي نديرها في واحد الاناء، انا درتها هنا في واحد البرمه وستفتها مزيان. غادي نجيبو داك العسل اللي كنا ديجا يعني طفيناها فيه قبل ما نصفيوه. كنجيبو واحد الكاس ديال ماء الزهر كنضيفو على داك العسل وغادي نحركوه جيدا، كنحركوه جيدا وكنحطوه فوق النار كيسخن مزيان مزيان. هنا راني خليت هذاك العسل اللي ضفت ليه ماء الزهر درته فوق العافيه واحد تقريبا واحد 2 دقائق، غير بين ما يسخن ليا مزيان، يعني ما غاديش نغليه او لا يعني نطيبه، كنخليه غير يسخن مزيان وكيطلع داك البخار منه صافي وكنطفي عليه. يعني غادي يكون في الاول جاري ومن بعد راه كيقصح. من بعد ما سخنا العسل مزيان وصفيناه، يعني ما كنخليوش حتى يوصل لدرجه الغليان، غير كنخليوه كيسخن وكنجيبوا هذاك العسل ديالنا وكنديروه فوق هذيك الشباكيه، كنفرغوا على ديك الشباكيه كامله بحال هذا الشكل هكا، ما كنخليو حتى شي وحده ما فيهاش العسل، ومباشره كنغطيوها بشي يعني اناء اولا بشي بلاستيكه باش هذاك البخار كيرجع على ديك الشباكيه، وكنخليوها تقريبا واحد 3 حتى 4 السوايع اولا كل ما خليناها مزيان. وهذه هي النتيجه ديال الشباكيه ديالنا من بعد ما خليناها واحد 3 حتى 4 السوايع. شوفوا كيفاش كتجي الشيشه مزيان وكتجي رطبه، وفي المذاق تجي لذيذه بزاف. بالخصوص ضفنا لهذاك الكاس ديال ماء الزهر. هو ضروري نغطيوها، هذا هو السر، نغطيوها باش داك البخار كيرجع ليها. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو يعني وتجربوا هذه الطريقه، هذه راها كتنفع. وكنقول لكم السلام عليكم ورمضان كريم.